فواحد الوقيته ما بين القرن السادس والرابع قبل الميلاد، في البلاصه اللي كتسمى دابا بجنوب النيبال، تولد واحد الوليد سميتو سيدهارتا غوتاما فواحد العائله ارستقراطيه غنيه جدا. بات هذا الولد اللي سميتو سودهودانا كان الملك ديال الدوله اللي كانوا عايشين فيها في شبه القاره الهنديه. فاش تزاد سيدهارتا تنبأ الكاهن ديال العائله ديالو بانه فاش غيكبر غيولي واحد من الجوج، يا اما ملك عظيم او لا زعيم ديني عظيم. وكون باه اصلا كان ملك قال باللي احتمال الاول هو اللي راجح اكثر، وبالتالي قرر يربي ولده ويوجدو باش يولي ملك بحاله. وفكر بان احسن طريقه باش يدير هادشي هو انه يربي ولده في ظروف مثاليه لاقصى درجه. عزلوا على العالم الخارجي بصفه نهائيه وخلاه يعيش في واحد القصر عملاق معه هو باه امه والناس اللي غيحتاجهم باش ياكل ويشرب والطبيب ديالو والحاجات الاساسيه. واي حاجه كتدخل القصر اللي عايش فيه سيدهارتا كتكون مراقبه. اي حاجه كيشوفها او اللي كياكلها ولا كيحتك بها خاصها تكون مثاليه زوينه صحيه. سيدهارتا وفر ليه باه الملك جميع انواع الرفاهيه، والقصر كان كيتنظف ديما من جميع العلامات ديال النقص والبؤس والقبح والمرض والموت. هاد المصطلحات ما كانش اصلا كيعرف سيدهارتا شنو هو المعنى ديالهم اولا بان كاينين. بخلاصه الوالد ديالو الملك حاول يخلي الحياه ديال سيدهارتا في القصر بحال شي جنه فوق الارض، وكان صارم بزاف هاد المعايير، حيت بالنسبه ليه الا عزل ولدو على العالم الخارجي والقبح والمساوئ ديال العالم هادشي غيخلي الولد يوقع في حب الحياه والوجود، وبالتالي ما يبقاش يفكر في الاسئله الوجوديه والدينيه بحال علاش كاينه المعاناه، علاش تخلقنا الا كنا غنعانيو، علاش كاين الظلم والبؤس، حيت اصلا ما كيعرفش المعنى ديال هاد المصطلحات. ومع ذلك طول الطفوله ديالته حتى لفتره البلوغ المبكر ولا الفضول كيتزاد اكثر واكثر عند سيدهارتا باش يعرف شنو كاين برا القصر اللي عايش فيه. وكل ما كيزيد يحميه باه من العالم الخارجي كل ما كتزيد الرغبه ديالو في انه يستكشفه. فاش ولات عنده 29 عام سيدهارتا ولا باغي يستكشف العالم الخارجي المحظور باي ثمن، وباه ما بقاش قادر يخلق اعذار او لا يسيطر عليه اكثر من هكا. سيدهارتا قرر اذن يخرج ويدير جوله برا القصر. طبعا الاب ديالو ما وقفش مكتوف الايدي، وحيت ما بغاش ان ولده يتخلى على الفكره اللي رباه عليها بان العالم مثالي والحياه مثاليه ورائعه، اعطى امر للخدم ديالو كاملين باش البلاصه اللي غيمشي لها سيدهارتا تكون نقيه ويحيدوا منها جميع مظاهر الالم والمعاناه والمرض والشيخوخه والموت واي حاجه سلبيه. استعد سيدهارتا الجوله ديالو خارج القصر، ووخر الاحتياطات كاملين اللي دارهم الملك باه تلاقى سيدهارتا بالصدفه بواحد الراجل مقعد وبين على الجسم ديالو علامات المرض والالم. فاش شافو سيدهارتا تفاجأ بزاف من هذا المنظر وسول سائق العربه ديالو مال هذا الراجل. السائق العربه فهم باللي ما بقى ما يتخبى وشرح ليه باللي هذا الراجل مريض وشرح ليه شنو كيعني ان الواحد يكون مريض. مورا ما رجع للقصر بقى كيفكر في داك الراجل وقرر يزيد يستكشف العالم الخارجي وخرج في جولة تانية برا القصر. هذه المرة تلقى بواحد الشخص شارف ظهره مقوس وفيه تجاعيد وكيتمشى بصعوبة. سيدهارتا سول سائق العربة ديالو شنو واقع من هذا المخلوق. شرح ليه السائق ديالو باللي هذه الظاهرة كتسمى الشيخوخة، وبأن أي إنسان إلا عاش واحد لمدة معينة كيعاني منها وكتخلي الجسم يتجعد ويضعف ويخيب مع الوقت. بقاو غاديين واحد شوية وتلاقاو مع واحد الموكب ديال الناس في جنازة، وعاوتاني سيدهارتا سول السائق ديالو مال هاد الناس مجموعين وكيبكيو. قال ليه سائق العربه ديالو باللي كيبكيو بسبب الموت ديال شي واحد، وشرح ليه شنو هي الموت وباللي جميع الكائنات بما فيهم البشر كيموتوا واحد النهار. سيدهارتا تصدم طبعا بزاف من هاد الكميه ديال الاكتشافات اللي دارهم في الخرج القليله ديالو برا القصر. تدمر وتحطم بسبب هاد لي كونسيبت جداد اللي عرف ديال الموت، الشيخوخه، المرض والعجز. ما كانش كيتصور بان الانسان ممكن يكون ضعيف بهذه الطريقه، بان جميع الناس بما فيهم حتى هو ما يقدرش يهرب من هذه الحتميات، حتى هو غيمرض، حتى هو غيشرف، غيموت. وهكا تمحات لي هذيك الصوره المريحه المثاليه الشبابيه اللي كانت عنده على العالم وتبدلات بالصوره الحقيقيه المرعبه. مورا ما سيدهارتا عرف هذا الشيء كامل ما قدرش يبقى جالس في القصر ويدير بحال ما طرا والو. دونك لقى راسو مضطر باش انه يمشي في جوله واحده اخرى باش يحاول يفهم كيفاش الناس كيقدروا يتعاملوا مع هذه القساوه والوحشيه ديال الحياه. هاد المره فاش خرج سيدهارتا في رحله برا القصر تلاقى مع واحد الراهب كيتعبد في وسط البلده، وكان كيبان باللي داخل في حاله سلام وهدوء وفرحان مع راسو وخا كاع هاد المظاهر الوحشيه والرعب الحياه اللي دايرين به. الشيء اللي خلى سيدهارتا يجيه الفضول وسول واستفسر على هذا الراجل. موراها تانسبيرا منه
ودوز شهور طويلة بوحده في رحلة روحية كيقلب على الممارسات والأفكار الروحية والأجوبة لكاع الأسئلة اللي عنده للحياة والوجود. سيدهارتا لقى بلي المجتمع اللي ساكن فيه عندهم بزاف المعتقدات والطقوس الدينية، ولكن ما اقتنعش بهم وما لقاش أجوبة مرضية للأسئلة الوجودية اللي عنده. مرة واحد الوقت بالصدفة سيدهارتا غيتلقى مع واحد الجماعة كيسميو راسهم الزاهدين، واللي هما واحد الناس متطرفين في طريقة التعبد ديالهم. وهاد الطريقة هي أن هاد الجماعة كيتخلاو نهائيا على جميع ملذات الحياة، كيصوموا كل نهار، كيعيشوا في عزلة على الناس، ما كيلبسوش الحوايج، كيغطيو غير العورات ديالهم، ما كينعسوش في الفراش، حرفيا كيديروا اقل ما يمكن غير باش يبقاو على قيد الحياه. وهذا الشيء في سبيل انهم يحاولوا يحرروا الذات والروح عن طريق حرمان الجسد. مورا ما انضم لهم سيدهارتا غادي يدوز واحد الشهور ديال التجويع لراسو، ولا شكلو بحال شي هيكل عظمي بسبب سوء التغذيه. واخا هكاك هذا اسلوب الحياه ما عطاهش الاجوبه اللي محتاج، واخا تخلى على جميع ملذات الحياه ما قدرش يفكر في مساله الوجود والحياه بطريقه سليمه. داك الحرمان الجسدي القاسي ما نفعو حتى شي حاجه، غير زاد العذاب ديالو، ولا كيعاني ماشي غير نفسيا ولا روحانيا ولكن حتى جسديا. وهكا رجع عاوتاني كياكل وكيلبي الرغبات الجسديه ديالو، ولكن هاد المره باعتدال، ماشي بحال حياه الرفاهيه والرخاء اللي كان عايشها في صغره. هذيك الجماعه الزاهدين جراو عليه حيت بالنسبه لهم الاستسلام لرغبات الجسم ضعف وكفر وخطيئة حسب الاعتقاد ديالهم، وبالتالي قرر بقى يدير التأمل بوحده ويعيش بوحده في الغابة حياة فيها نوع من الوسطية والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط في الحاجيات البيولوجية ديالو. طول هذه الفترة اللي غيدوزها سيدهارتا في الوحدة والتأمل بعيدا عن العالم قدر يختبر بزاف الأحاسيس الشداد، نوع جديد من الوعي والإدراكات الاستنباطية. وهنا فاش غيبدا سيدهارتا يأسس الفلسفة ديالو، وهنا فاش غتبدا القصة ديال اللي كنعرفوه دابا باسم بوذا. الاسم للمعنى ديالو ببساطة هو المستنير. وفي هذه اللحظة غتبدا البوذية كفلسفة ولا كدين كما بغيتي تعتبرها الرحلة ديالها في تاريخ البشرية، بحيث أنها غيرت بزاف المفاهيم الدينية والفلسفية إلى الأبد عند بزاف المجتمعات. الحقيقة هي أننا ما عارفينش إلى أي درجة فريمون هذه القصة واقعية، أكيد فيها مبالغات وشوية الخرافة. كاين اللي كيمشي بعيد وكيقول باللي سيدهارتا اولا بوذا يقدر يكون نبي من انبياء الله، كما كنت قريت في الكتاب ديال خواطر شاب ديال الشقيري، اللي كيقول باللي ديك الفتره اللي دوزها بوذا بوحده في التامل بعيدا عن الناس واللي اسس فيها الفلسفه والدين ديالو، يقدر يكون في الحقيقه نزل عليه الوحي كما نزل على الانبياء الاخرين، واحتمال انه يكون نبي من الانبياء اللي ما وصلناش القصص ديالهم، خاصه ان كاينه ايه في القران كتقول باللي كاينين انبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، والله اعلم، هذه غير افتراضات ماشي مهمه. المهم معظم تعاليم البوذيه ما تكتبات حتى مات بوذا مئات السنين، يعني غالبا يكون جزء كبير منها تحرف، ومع ذلك بغض النظر على الدقه ولا التحريف ديال القصه ديال بوذا، وعلى الرغم ان الفلسفه البوذيه فيها بزاف ديال الهرطقات اللي ماشي منطقيه، ولكن هادشي ما كيمنعش اننا نقدروا ناخذوا بزاف الحوايج من القصه ديال بوذا اللي هي في الواقع القصه ديال كل انسان، القصه ديالنا كاملين، القصه ديال اننا كنبداو نكبروا في نوع من الرخاء المادي والراحه الى حد ما، موراها فاش كنكبروا شويه كيبدا يجينا الفضول تجاه الحياه، شويه كنوليو نتعرضوا للاغراءات والفتن الحياه، موراها كنوليو متعطشين لاكتشاف العالم الخارجي ونخرجوا من داك المحيط الامن ديالنا ديال دارنا ووالدينا، كنحاولوا نخلقوا الهويه ديالنا الخاصه بنا مختلفه على داكشي اللي تعلمنا في الصغر ولا على داكشي اللي اكتسبناه من المجتمع. كنبداو نكتشفوا اهوال الحياه الملوثه والمرعبه، كنتعرضوا للخيانه، الفشل، الخذلان، كنغامروا، كنحسوا بالحب والخوف والشك، كنطيحوا، كنعاودوا نحاولوا، هادشي كامل في محاوله اننا نفهموا البلاوي ديال الحياه ونتغلبوا عليها او نهربوا منها كما طرا البوذا بالضبط. وبالنسبه للفلسفه اللي توصل ليها خلاها تكون مبنيه على 4 المبادئ واللي سماهم الحقائق الاربع النبيله. الحقيقه الاولى هي ان الاساس للحياه هو المعاناه، بغض النظر الانسان ولا حيوان كاملين كنتشاركوا هذه الخاصيه اللي هي الالم والمعاناه. الحقيقه الثانيه كتقول باللي السبب في هذه المعاناه هما الرغبات ديالنا والحوايج اللي مرتبطين بهم نسطروا عليها. الحقيقه الثالثه كتقول بما ان المعاناه نتيجه لارتباط والرغبه، دونك يمكن لاي واحد شخصيا يتغلب على المعاناه بصفه نهائيه عن طريق انه يقضي على هذوك الرغبات والارتباطات ديالو ويضبطهم. الحقيقه الرابعه كتحتوي على الحل هذه المشكله، واللي هي عباره على واحد اللعيبات خاصك تتبعهم باش تقدر تحكم في الارتباطات والرغبات ديالك، واللي سماهم الطريقه النبيله الثماني، اللي غيمكنوك حسب بوذا تقضي على الالم والمعاناه، واللي هما باختصار النظر السليم،
النية السليمة، الكلمة السليمة، العمل السليم، الرزق السليم، الجهد السليم، الذهن السليم، وفي الأخير التركيز السليم. هاد لي كونسيبت ماشي بالضرورة خطوات خاصك تتبعهم وديرهم بالترتيب، وإنما تحاول ما أمكن تحافظ عليهم كاملين في حياتك، ومرة تشيكي واش مازال محافظ عليهم. باختصار هاد المبادئ كيقولوا لك خاصك تحاول تمارس الاعتدال، عدم التعلق أو لا اللي كيسميه النيرفانا، اللي غيخليك تولي عندك القدرة على التخلي وما تكونش عبد للتعلق او للرغبه. هاد الهضره الممله كامله ديال التعاليم ديال بوذا في سبيل الفكره ديال عدم التعلق او القدره على التخلي. يقدر يبان لك هذا المفهوم معقد، ولكن في الحقيقه هذا المفهوم هو اللي غيعاوننا حسب بوذا نفهموا الطبيعه ديال السيلف او الذات، وبالتالي نعرفوا ندربوها على التخلي على الحوايج اللي مرتبطه بهم ومتعلقه بهم ولا كيأذيوها، بحال شي علاقه سامه ولا شي ادمان على شي حاجه معينه، او الاحساس بالذنب والخيبه والخوف، او لا شي خدمه ما مناسباناش، او لا شي شخص تخلى علينا واخا هكاك مازال متعلقين به، وغيرهم من الاشياء اللي المفروض اننا نتخلاو عليهم ونموفي اون، ولكن مازال كنرتبطوا بهم وما قادرينش نتخلاو عليهم. بوذا كيقول لك بلي العالم في حاله تغير مستمر، وحتى حنا في هذه الحاله التغير مستمره، وبالتالي عمرنا ما نقدروا نكونوا ساتيسفي 100%. بالنسبه لي حنا عباره على مجموعات من التفاعلات المتغيره باستمرار، وبالتالي الفكره ديال الذات الثابته المستقله هي مجرد وهم. يعني هذيك الذات اللي كتحاول ترضيها او لا تهرب منها او لا تستجب للرغبات ديالها او لا تبقى مرتبطه بدوك الاشياء اللي كتبغيهم، ما كايناش اصلا في المقام الاول. بالاحرى هذيك الحاجه اللي كنسميوها الانا ولا الايغو ديالنا هي مجرد حاله من الفراغ كنحاولوا نعمروها وكتعاود تخوى، نعاودوا نعمروها وكتعاود تخوى، لحظه مورا لحظه ونهار مورا نهار، وعمرها ما كتوصل للاشباع التام. هذا الكونسيبت نقدروا نفهموه اكثر الا فكرنا باللي ما كايناش شي حاجه محسوسه ملموسه فعلا اللي كيطراو فيها الاحاسيس او التجارب النفسيه بحال الريحه، الذاكره، العاطفه. نقدروا نقولوا بان هاد الاشياء كيطراو في شي حاجه سميتها العقل، ولكن فينا بلاصه بالضبط في العقل. مثلا مورا الانف شنو هي الحاجه اللي كتخليني نحس بالريحه؟ او مثلا تخيل دابا في راسك شي سمكه زرقاء، انت راه كتشوفها دابا في المخيله ديالك، ولكن فين بالضبط كاينه هاد السمكه الزرقاء؟ منين بلاصه كتشوفها؟ منين كتطلع ليها؟ بالنسبه لبوذا هادشي كيطرا في مجرد فراغ اللي كيعمروه الافكار والاحاسيس اللي كيتفاعلوا باستمرار ما بيناتهم ومع العالم المادي. طبعا هاد التعاليم خاصنا ناخذوها with a grain of salt، ما ناخذوهاش كما انزلت. ووفقا لهاد التعاليم ديال بوذا حنا كنعانيو ماشي بسبب اننا ما عندناش ما يكفي من الفلوس او ما عندناش المكانه الاجتماعيه او ما عندناش النجاح ولا الظروف، ولكن بسبب ان الرغبه في هذه الاشياء مرتبطه بالوهم المستحيل اللي كيقول لنا الا ولا عندك هذه الحاجه غتكون ساتيسفي وما غتطلبش اكثر، الا كنتي مرتبط بهذا الشخص غتولي ساتيسفي وما عمرك ما غتطلب اكثر، الا عندك هذه الكميه ديال الفلوس غتولي ساتيسفي وما غتطلبش اكثر. الشيء اللي غلط طبعا، والسبيل الوحيد للتحرر من هذا الوهم هو انك تقضي على هذه الرغبات او على الاقل تحاول تنقص من الحده ديالهم وتعيش نوع من الاعتدال وتتغلب على الوهم ديال الذات. واخا يقدر الواحد ينتصر 1000 مرة على 1000 راجل في معركة، ولكن أنبل وأعظم منتصر هو اللي كينتصر على راسه. إخضاع الذات أحسن بكثير من إخضاع الناس الآخرين، هذه مقولة ديال بوذا. حسب هاد التعاليم ديال بوذا واش يمكن فعلا في أرض الواقع أننا نوصل لهاد الدرجة من السيطرة على الذات، يعني ما نرغبوا في حتى شي حاجة وفي حتى واحد، ما نرتبطوا بحتى شي حاجة ونقدروا نتخلاو على كل شيء، او لا واش حتى هذه غتولي نفسها رغبه جديده اللي كتوهمنا باننا غنكونوا ساتيسفي لحققناها. ومن ناحيه اخرى الى اي درجه عندنا فعلا القدره باش نتحكموا ديال بصح في الرغبات ديالنا، خاصه مع هذا العصر اللي عايشين فيه واللي كيخلينا نحتكوا بما لا نهايه المغريات والانحرافات، وكنتعرضوا كل دقيقه لبزاف د المحفزات اللي كيزيدوا من الحداد الرغبات ديالنا. دونك من المحتمل ان التطبيق ديال هذه التعاليم البوذيه يكون صعيب بزاف في الوقت اللي عايشين فيه، ومع ذلك بغض النظر على الصعوبات اللي كاينين لتطبيق البوذيه كتبقى هذه الفلسفه فريده جدا من نوعها ومقنعه للغايه. على مدى آلاف السنين البوذيه تعرضت لبزاف التغيرات والتفسيرات المختلفه وتاثيرات، واثرت في بزاف المجتمعات ماشي فقط في دول شرق وجنوب اسيا بحال كوريا، الهند، الصين، اليابان، وإنما حتى في الدول الغربية، مثلا بالفلاسفة الغربية اللي تأثروا بالبوذية كاين شوبنهاور، نيتش، ألان واتس وغيرهم. حاليا البوذية هي رابع أكبر ديانة في العالم، كيتبعها أكثر من 500 مليار إنسان. في الجوهر ديالها كتبقى البوذية واحدة من أكثر الفلسفات المتميزة والفعالة، ونقدروا نستفدوا منها بزاف المناحي في الحياة اليومية، وكنشوف أن أهم حاجة فيها هي أنها ما كتنافقكش وكتعترف لك بالقسوة والظلمة ديال الحياة، ما كتحاولش تكذب عليك ولا تحاول تجمل لك صورة العالم، ولكن بالمقابل كتعطيك وسائل باش تعيش في نوع من الأمل
على الرغم من الألم. تلاو.